مين هو أضخم تنين في تاريخ قرية بيرك وأضخم حتى من البويلدر بيست؟ أنا عارف يا صديقي إن كلامي هيخليك تستغرب دلوقتي، لأن المفروض البويلدر بيست هو أضخم تنين في السلسلة، بس الحقيقة إن في سلالة تنانين قديمة وغامضة جدا ومحدش يعرف عنها حاجة. الفصيلة دي اتذكرت في الروايات بس وما ظهرتش في الأفلام أصلا، واتقال إنها أعظم وأضخم فصيلة تنانين في التاريخ، واسمها هو جايجانتاكوس ماكسيمس. أساطير الفايكنج بتحكي إنه كان في تنين من سلالة دي كان ضخم لدرجة إن أجداد حازوكو عاشوا على ظهره لسنين طويلة عشان كانوا فاكرينه جزيره. التنين ده كان أسطوره حية بكل معنى الكلمة، بيعيش آلاف السنين وعنده قدرات عقلية بتخليه يسيطر على باقي التنانين زي البويلدر بيست، وكمان بيقدر يشوف المستقبل وهو بينفخ نار لمدة يوم كامل من غير ما يتعب، وكمان بيطلع برق من عينيه. ومن التنانين اللي بتنتمي للسلالة دي الموت الأخضر، ودي تنينه أقوى وأضخم بكتير من الموت الأحمر اللي ظهرت في الأفلام، والموت الأرجواني وليجندري فيوريوس. بس المفاجأة الحقيقية إن فصيلة غضب الليل اللي منها أبو سن هي كمان تنين ينحدر من الفصيلة الأسطورية جايجانتاكوس ماكسيمس، ولكن ولسبب غامض فصيلة غضب الليل ما ورثوش الحجم العملاق بتاع أجدادهم.